تعرفوا اللي بعد 10 ايام باش يكون الديربي ان شاء الله بين الترجي والافريقي. هاو استعدادات الفريقين وفكره على استعداداتهم مع انيس موسى. ايام على لقاء الديربي. الملاحظه البارزه انه عنده مده ديربي العاصمه ما جاش والجيران ما بيناتهم 8 نقاط. ماتش مازالوا 10 ايام ان شاء الله باش نحضروا كما يلزم. مش كان انا يظل 11 يلعبوا مش كان زهير وهدي اللي باش يمارك مبروك. بالنسبه لنا احنا ليسونسيال هما تروب. لقاء الديربي حاضر في الاذان بقوه في ملعب رادس، خصوصا بعد اصابه العيفه والانذار الثالث للعقد، والبحث طيله ما قبل لقاء الاجوار على الظهير الايمن المعوض. Oui, il faudra trouver quelqu'un pour jouer arrière droit, c'est un fait. Pour l'instant, je ne sais pas, on verra. On va réfléchir, on verra bien. Il y a plusieurs possibilités, donc on a 10 jours pour se creuser un peu la tête pour voir quelle est la meilleure solution. في الجهة المقابلة خالد بن يحيى اختار الدبلوماسية في التصريحات فيما قبل الدرب. عرس رياضي معناها في العاصمه ما بين احنا وجيراننا، وان شاء الله تكون المقابله تدور في روح رياضيه وفي معناها امبيونس باهي وانفيرونمون باهي باش الناس الكل معناها تتعدى المقابله به. السؤال كيفاش باش يكون لقاء الاجوار في ظل اقدام بالملايين على الميدان في صفوف الفريقين؟ فلننتظر. كلمه ماجيك كيفاش ترى الديربي باش يكون؟ والله الدربي ما فيش ترجي بعيد 8 نقاط على افريقيا، ما فيش لا الدربي ماتش اخر وتنسى الفارق نتاع النقاط وتنسى كل شيء يعني كسوا الكلوب ولا الاسبيرونس. يعني ماتش ما تنجمش تعطي فيه احكام مسبقه. صحيح الكلوب متصدر لكن الترجي تنجم تعمل عوده معناتها سي لوكازيون جامي باش تنجم ترجع في دربي وترجع للسكه معناها فهمتني. دونك لكن فما حاجات ظراف يلزمهم يتروشكوا حسب رايي انا. يعني قبل الدربي شوفوا معناتها كيما بن منصور نعرفوهم لاعبي اكسيال يعني ممتاز، ما ينجمش يكون اريير معناتها. الاريير اليوم حاتم تعرف اللي يزمو يطلع ويزمو يسنتر يزمو بن منصور اكسيال معناتها ما حتى حد ما يشك في قيمته الفنيه. الاسبيرونس اليوم طالبه باش تلقى حل على جهه اليسار كيف جهه اليمين كما قلت لك انا نتصور كان يستغلوا وفور في وسط الميدان تكون حل كبير بالنسبه للاسبيرونس. كلوب افريكان يلزمها يعني بطبيعه الحال الدعم للصداره نتاعها باش يكون ماتش كبير وكما قلت لك صعيب كون واحد باش يتكهن في النتيجه النهائيه نتاعو.